هنعمل النهارده سلطة فواكه في البيت بطريقة سهلة جدا ومبسطة. بأي نوع فاكهة عندنا هنعمل أحلى طبق سلطة فواكه حلو جدا ومفيد جدا للأطفال وسناك حلو جدا وينفع فطار. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب أنا معايا الفاكهة اللي معايا موز، معايا تفاح، معايا رمان، عنب، جوافة. هنستخدم برضو كريمة بتدي طعم حلو جدا لسلطة الفواكه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الأول الرمان اللي معانا اسهل طريقه لفتحه ان احنا من تحت هنفتحه من عند اللي هو المكان اللي تحت ده حواليه كده 4، وننزل بقى كده فتحات شرايط لتحت كده من مكان المربعات ديت، وبرده من النص على اساس تبقى سهل جدا في الفتح بتاعها ويطلع معانا الحبات بتاعها، ما يكونش بقى فيه عصلجه او القشر الابيض دوت نعيد تاني ونفضل بقى ننضف فيه وكده. لا، هو بيخلص معانا التنظيف بسرعه. الجوافة برضو هنقطعها معانا زي ما تحبي، عايزة تطلعي القلب، عايزة تخليها بقلبها، اللي بيحب طعم القلب بتاعها يخليه زي ما هو، قطعيها كبير او صغير، كل واحد ما بيحب طريقة الفاكهة ياكلها ازاي يعملها. بس هي بيبقى ازاي ميكس على بعضه احنا بنعمله مع بعضه ونقطعه. برضو كذلك الموز انا حبيت نقطعه مكعبات صغيرة، عايز تقطعيه كبير تقطعيه صغير، كل واحد على ما بيحب ازاي الطعم اللي هو بيحبه فيه. في الوقت دوت انا هجهز معايا الكريمه اللي هزين بيها وبتدي طعم حلو جدا لسلطه الفواكه. طبعا معروف انا جبت كيس دريم ويب وعليه الميه متلجه او لبن متلج، ونضربه كويس جدا ونحطه في التلاجة عشان يمسك معانا. برضو فرفطنا العنب ونزلناه، وكذلك التفاح. استخدمت عصير الشربات، بحب نكهه الشربات، شربات الفراوله تبقى نكهته حلوه جدا. ممكن تستخدمي عصير ليمون فريش، ممكن تستخدمي عصير مانجا، بس انا حبيت تبقى خفيفه شويه لان المانجا تقيله تقيله شويه. ممكن تستخدمي عصير ليمون او عصير برتقال، كل واحد على حسب ما يحب نكهته وطعمه. بس هتقدميه ويكون احنا بقى الكريمه معانا جهزت وكده. كمان استخدمت على الكميه دي معلقتين سكر مع الشربات عشان برضو يسكر معانا. وحطينا بقى الكريمه بتاعتنا وزينا بصوص الفراوله من فوق، كان طعمها خرافه خرافه خرافه. اطفال حبوها جدا، الكريمه اديتها طعم متميز جدا جدا قوي يعني. لو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا باشتراك في القناه ولايك وشير كتير كتير عشان توصلكوا كل وصفاتنا وفيديوهاتنا الجديده. زينيها زي ما تحبي. وكمان عايزه تقطعي التفاح بالطريقه اللي انت تحبيها، مكعبات، شرايح، قطع، كل واحد على حسب ما بيحب النكهه والطعم بتاعها يعملها. جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. اللي جرب عصير المانجا تمام، عصير الفراوله كل واحد يجربه ويقول لي ايه رايه في الكومنتات. ويا رب تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله.